ذكرتم سابقا أن أنواع الجهاد منها الجهاد بالنفس والجهاد بالقتال والجهاد باليد والجهاد باللسان والجهاد بالمال، فما الفرق بين هذه الأنواع؟ الجهاد بالقتال قتال الكفار، الجهاد باليد تغيير المنكر باليد فهو ضرب من ضروب الجهاد. الجهاد باللسان بالرد على الكفار، بالإنكار باللسان، بالأمر المعروف باللسان، لأن هذه كلها من ضروب الجهاد. الجهاد بالقلب أن تنكر بقلبك. الجهاد بإيش كمان قلنا؟ خلاص بالقلم، الردود العلمية والكلام العلمي، فهذه كلها ضروب من ضروب الجهاد. والمسلم يجاهد بحسبه في ذلك، المسلم يجاهد بحسبه في ذلك. أمة الإسلام نفسها بكبرها لا تقدر في كل وقت أن تعلن رفع راية الجهاد بمعنى قتال الكفار، ففي حال ضعفها يكون الجهاد بالأنواع الأخرى. الجهاد بالمال بأن تبذل المال في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله. نعم.